شحال من مرة قلتي في راسك أنا ماشي ضد المشاريع، ولكن دابا وقت الأزمة ماشي وقتها. ولا قلتي اللي كيخدموا المشاريع ناجحين حيت عندهم معارف فلوس وسند، وأنا ما عندي والو. ولكن خليني نقول لك شي حاجة، كاينين آلاف المغاربة اللي بداو من الزيرو في وسط الأزمة ونجحوا، ياك شي حيت كانوا أذكى منك، ماشي حيت كانوا أذكى منك ولا حيت عندهم الحظ، ولكن لانهم عرفوا خمسة اسرار بسيطه كيخليو اي واحد يخدم على راسو يوصل. في هذا الفيديو غادي نشارك معاك هاد الاسرار وحده بوحده، وكنوعدك الا طبقتيها حياه سير. خدم على العقليه ديالك قبل المشروع. اغلب الناس كيبغيو مشروع ناجح ولكن ما كيتبدلوش داخليا. خاصك عقليه ديال المبادره ديال المسؤوليه، ماشي ديال الاعذار. اللي كيتسنى الحكومه ولا الظروف تصلح راه غادي يبقى يتسنى عمرو كامل. بدل طريقه التفكير ديالك تبدل النتائج قدامك. بدا صغير ولكن بدا اليوم، ماشي خاصك مليون باش تبدا. كاينين الناس بداو ب 500 درهم ولا قل ولكن خدموا بالعقل. اكثر من 80% ديال المشاريع كتموت حيت الناس كيأجلوا كيتسناو يكون كلشي مثالي. الفعل الصغير اليوم احسن من خطه كبيره عمرها ما تكون الثالث. الزبون المغربي باغي الثقه ماشي الكمال. الناس كتشري من اللي كيعجبهم، من اللي صادق معاهم، ماشي بالضروره من ارخص ولا كبر واحد. ايوا خليك واضح، خدم بجوده وكون حاضر في المواعيد ديالك. راه الثقه كتساوي راس مال مجاني ما كيتشراش. والسر الرابع، الرقمنه هي سلاح. السر الرابع، الرقمنه هي سلاحك. تيك توك، انستغرام، واتساب هي مواقع للتجاره ماشي غير الترفيه. هادو ادوات قوه في يديك. كاينين ناس كتربح الاف الدراهم شهريا بلا محل ولا موظفين. تعلم التسويق الرقمي، تعلم كيفاش توصل للناس بزاف باقل من الخامس. كل ازمه فيها فرصه. فاش كيكون الغلا كيبانو خدمات بديله بثمن اقل. فاش كيكون مشكل في شي قطاع كيبانو حلول جديده. ما كانتش بغا تشكي من الازمه حللها ودور على الفراغ. المغرب اليوم فيه تحديات، فيه غلاء، فيه صعوبات، ولكن في هاد البلاد كاينين شباب كيصاوب رزقو بيديه، كيبني ثقة الزبائن وكيوصل. ماشي لانهم حظوظ ولكن لانه تحرك وخدم. النجاح ماشي ديال الناس محددين، النجاح ديال اي واحد عنده هدف وعنده الجرأة يبدا بخطوة صغيرة. ايوا ما تبقاش تتسنى وقت مثالي حيت ما كاينش وقت مثالي. وكتب لينا في الكومون شنو هو السر اللي غادي تبدا تطبقو من دابا، وبارطاجي هذا الفيديو مع شي صديق او قريب كيبغي يبدا ولكن باقي متردد. يمكن تكون سبب في بداية قصة نجاح جديدة.